رحلتنا النهاردة لجزيرة آيل اوف وايت، هنقضي فيها يوم كامل وهنروح مزرعة التوم عشان نجرب أشهر حاجة هناك وهي الآيس كريم بالثوم. أهلا بيكم في مزرعة التوم. ده الآيس كريم بالجارليك وشوية مربى بالثوم. وهنزور أشهر مكان في الجزيرة وهو ذا نيدلز. بس عشان اروح الجزيرة دي فانا لازم اخد مركب من المدينة عندي علشان توصلني هناك، فخلينا نبدأ رحلتنا. انت برضو ممكن تحجز من المكنة دي، في مكنة موجودة هنا ممكن تحجز بها التيكت بتاعك. في خريطة هنا بتقولك كل الأماكن اللي انت ممكن تروحها في الجزيرة دي. احنا هنوصل عند ايست كاوز الحتة دي، والمفروض احنا عايزين نروح هنا في الحتة دي. لسه داخلين المركب دلوقتي، الميعاد بتاعنا المفروض الساعة 6 اللي احنا نتحرك، ففاضل حوالي 3 دقايق ولسه يعني الناس ما اتجمعتش، بس اتمنى ان المركب يعني تكون فاضية واحنا ممكن تقريبا نطلع فوق، بس الباب لغاية دلوقتي لسه مقفول، فهنشوف الدنيا دي دلوقتي. احنا دلوقتي فوق على المركب، المنظر من هنا احلى من تحت، فالمنظر جميل يعني، بس انا اول مرة على مركب ومش عارف المركب بتتحرك وانا حاسس ان انا مش متوازن، بس الصراحة الإحساس جميل وانت على المركب شايف المناظر دي حواليك. صراحة منظر جميل جدا. أنا أول مرة في حياتي أركب مركب زي دي، والعربية دي بقى إيه تحفة. انت عادي ممكن تيجي بالعربية بتاعتك بس بتدفع فلوس زيادة. هو الجو هوا شوية، فأنصحك لو أنت هتيجي تاخد مركب زي دي الصبح بدري، لأن دلوقتي الساعة 6 لازم تجيب معاك جاكيت. أنا نسيت آخد معايا جاكيت، بس الجو حلو يعني، أنا مش سقعان بس في شوية هوا إيه حلوين. في برضو قهوة هنا لو أنت عايز قهوة بيبقى كاتبين لك الأسعار كلها، وفي جيلاتي ده ولا عصير مش عارف، جيلاتي. بيبقى عندهم برضو فطار، ممكن تاخد شوية بيض وشوية حاجات كده، فبرضو في أكل على المركب، بس أنا هاكل لما هوصل الجزيرة اللي أنا رايحها. الموضوع من المدينة عندي بياخد ساعة. هي الجزيرة اسمها آيل اوف وايت، في كذا مدينة انت ممكن تاخد المركب دي منها علشان تروح الجزيرة دي، وفي مدن يعني معظم المدن التانية هي أقرب من المدينة اللي أنا ساكن فيها. احنا وصلنا دلوقتي وده المنظر ورانا. الصراحة المنظر جميل، فيلا بينا. بيبقى فيه كتب هنا موجودة ممكن تاخدها تقولك ممكن تعمل ايه هنا في الجزيرة دي في اليوم كله. احنا دلوقتي المفروض نستنى عبارة هتاخدنا من المكان ده، هتعدي بينا الناحية التانية، ودي رخيصة، دي تقريبا بجنيه رايح جاي او جنيه ونص رايح جاي، استرليني طبعا مش مصري. العبارة هناك فاحنا هنستناها ترجع وبعد كده ناخدوها ونعدي. هي الجزيرة دي هادية جدا. الساعة دلوقتي 8 الا تلت ومفيش صوت كتير زي ما انتم سامعين، مفيش صوت غير صوت انا، يعني انا اعتبر دلوقتي ازعج واحد في الجزيرة. احنا برضو هنطلع نقعد فوق، ده المنظر من فوق العبارة. احنا دلوقتي راكبين اتوبيس مفتوح من فوق، احنا رايحين على مكان اسمه ذا نيدلز. المكان ده يعني في بحر، في شاطئ هناك، وفي جبال، وفي يعني مناظر حلوه، وفي زي تلفريك كده موجود هناك برضه عايزين نروح ناخدوه. احنا جايين الجزيره دي مخصوص علشان المكان ده، والاتوبيس ده مفتوح من فوق، فالصراحه يعني حاجه جميله. المفروض ان احنا برضه هننزل من الاتوبيس ده ناخد اتوبيس تاني، والمحطه اللي احنا هننزل فيها اسمها مزرعه التفاح او حاجه زي كده. هي المحطة اسمها فروت فارم، مزرعة الفاكهة، فما فرقتش كتير يعني. مفيش حد معانا هنا غير شوية آسيويين وبس. احنا كلنا على بعض تقريبا 5، فاحنا واقفين في مكان الصراحة مقطوع، يعني لو مفيش اتوبيس جه هنتسوح تسويحة سودة، بس ان شاء الله في اتوبيس جاي ان شاء الله. اتوبيس وصل، كان جو فيرست.
احنا وصلنا المكان اللي احنا كنا عايزين نجيه اول حاجه، وهو انك انت هتاخد او هتركب بتاع من دي، والمفروض اللي هي تاخدك الناحيه التانيه وممكن ترجع بيها لو انت عايز. احنا خلصنا ودلوقتي البحر على شمالنا. انا من ساعه ما جيت انجلترا حرفيا ما نزلتش بحر ولا لمست ميه. هو الشاطئ هنا كله زلط، مفيش رمله، او في رمله لما تدخل جوه شويه. احنا راكبين ميكروباص ورايحين دلوقتي مزرعة التوم. الفيديو ده انا متحمس ليه لان انا الصراحة كنت عايز اجي الجزيرة دي بسبب مزرعة التوم. خليكم متابعين الفيديو. لو انت اول مرة تتفرج عليا دوس لايك واشتراك وكمل الفيديو للاخر. اهلا بيكم في مزرعة التوم. تعالوا ناخدوا جولة ونشوف ايه اللي موجود هنا في المزرعة دي. ده الاكل اللي جه. دي كيكه اسمها سكون عنب، شويه جبنه، زبدايه او زبدتين، وشويه مربى بالثوم. حاجه غريبه، انا لسه برضه عارف عن المربى بالثوم دي دلوقتي. ده الايس كريم بالجارليك او الايس كريم بالثوم والشوكولاته، وحاطين عليه بقى توت احمر وتوت اسود ومظبطينه. فخلينا ناكل الكيكه دي الاول. اول حاجه لازم تحط الزبده على العيش، والعيش سخن او الكيكه دي سخنه، هو مش عيش هي كيكه. المهم حته الجبنه دي انا خدتها لوحدي، انا مش عارف ايه الجبنه دي، بس ايه اي حاجه عشان الواحد جعان اصلا. ونخلي المربى بالجارليك دي نحل بيها. الجبنه دي مش حلوه، طعمها مش حلو. انا دلوقتي عايز اجرب المربى بالثوم. نجرب دي كمان. لا الموضوع صعب. الجبنه دي برضو طعمها مش حلو. هي تقريبا اسمها بلو تشيز او حاجه زي كده. تقريبا في جبنه عندنا في مصر اسمها راكفورد او نوع جبنه كده اللي هي طعمها وحش، انا ما بحبهاش اصلا. فهي دي الجبنه اللي انا باكلها بس نوع تاني. خلينا ناكل جارليك بالايس كريم بالشوكولاته. هاكل الفراوله دي والتوت لوحديهم. ندخل على الايس كريم. هو الايس كريم فيه توم بس نسبة التوم اللي فيه مش كبيرة، فمش مغطية على طعم الايس كريم. هو شغال وجميل، هتاكل الايس كريم بس هو حرفيا جالي. هو ده بيروح على الناس عادي. يمكن دي حاجة من الحاجات الحلوة اللي انت ممكن تلاقيها في مزرعة التوم. بس الاكل بتاعهم الصراحة اي كلام، هو غالي حرفيا على الفاضي. احنا خلصنا من المطعم وداخلين دلوقتي على محل التوم بتاعهم. البتاعة دي كلها ب20 باوند. هي غالية جدا طبعا، 20 باوند مش قليلين. ممكن تشتري منهم البذور بتاع كل مثلا خضرة او فاكهة وتزرعها عندك في البيت، بس دي انت ممكن تجيبها من امازون. ده اللي بلاك جارليك، انا مش عارف هم مسويينه تقريبا او اللي هو سموكد. وبعض الجبن اللي عندهم. دي المربى بالجارليك، جارليك جام ب4 جنيه ونص العلبة الصغيرة دي. لما اروح السوبر ماركت ابقى اوريكم التوم هناك سعره قد ايه. المكان هنا حلو جدا انك انت تاخد صورة قدامه، بس المنظر هنا مش حلو. يعني ايه الزبالة دي؟ خليني اقول لكم اذا كانت المدينه دي جميله اللي انت تيجي تزورها ولا اي كلام. اولا
هي صغيرة جدا. السيتي سنتر اللي احنا فيه ده ما فيهوش اي حاجة تتعمل، زيه زي اي سيتي سنتر هتلاقيه في اي مدينة. فالمدينة ما فيهاش حاجة مميزة في السيتي سنتر. افضل حاجة ممكن تعملها هنا في الجزيرة دي او المدينة دي هي نيدلز، الحتة اللي احنا رحناها واخدنا عربية او اللي هي بتاع الشبه تلفريك دي. افضل حاجة تعملها في المدينة دي. كمان الاتوبيسات دي غالية، يعني عشان تاخد اتوبيس يوديك كل حتة في الجزيرة دي النفر ب 14 باوند. وطبعا لو جبت عربية فالعربية غالية، لانك انت هتضطر انك تدخلها هنا، فهتضطر تدفع حوالي 20 باوند او 25 باوند على العربية. غير كده في اماكن كتيرة هتضطر انك انت تروح مكان معين علشان تركن العربية بتاعتك، فهتصرف فلوس كتير، ده غير البنزين وغير تعبك انت موال. المدينة دي الصراحة لو انت كنت بتفكر تجيها ما تجيش المدينة. لندن افضل بكتير جدا. لندن كمان فيها حاجات كتيرة جدا 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 ببلاش، مش لازم تدفع فلوس، وحاجات جميلة جدا تعملها ببلاش. معظم الاماكن اللي احنا رحناها طبعا احنا شفنا الحاجات دي على الانستجرام وعلى اليوتيوب، والناس كلها تقول لك واو وبتاع والكلام ده كله، بس مدينة اي كلام. فيلا عشان نلحق ميعاد السفينة بتاعتنا. احنا كده يومنا خلص، فاضل لنا حوالي 10 دقايق ونسيب المدينة دي. فما تنساش تشترك في القناة وتسيب اللايك الجميل وتابعنا على الانستجرام. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.